شايفين البرج؟ يا ساتر يا رب. اول ما امسك البرج يا ري. شايفين يا جماعه ورور بالصلاه. شوف البصل الاحمر $3 88 سنت. التفاح الاخضر $3 56 سنت. والخبزايه هيك سعر $1. يا جماعه رنوا علي كانوا عايزين حياه بس فات الاوان يا ضبور. انا بيني وبينكم مش عايز ادفع ثاني، عايز اخلع. تعالوا يا ابوي. الحكومه هتزعل يقول لك ما جبتليش ليه قهوه. رنت علي والله في اللحظه القاتله. يعني انت لو شاب سنجر يعني بص ممكن حسبة $120 $150 تكفيك اسبوع او $100 تعبي ثلاجتك وتستفي. خش نحاسبه على شوية الطماطم دولي والبصلات والموزات. يلا بينا على والمارت. طبعا الوالمارت المحل العملاق هنا للخضروات وكل حاجه صراحه، يعني عملاق هو الاتش بي. وانا ان شاء الله قلت هصور فيه يعني حلقه كامله، بس والله العظيم الوقت ما يداهمنا، حتى الواحد مش ما يلحق يعمل اي حاجه. ده الوالمارت اللي احنا رايحين عليه. المحل ده يعني من اجمل المحلات اللي موجوده في امريكا، يعني العملاق. انا مسميه العملاق، عملاق الخضروات وعملاق الاكل وعملاق كل حاجه متوفره فيه. نجيبوا عربيه كده عشان هي انا مش هجيب حاجات كثيره يعني، بس احسن ما الواحد يمشي بايده. خليكي هنا ست البرو. طبعا انا ليه جايبك كده عشان احطك في اي مكان. خليني بس نقي شويه الطماطم دولي. عبي ونقي. حمرا يا قوطه، حمرا يا قوطه. انتوا عايزين تتفرجوا؟ بفرجكم تلاقوه. اروح اجيب سيلانترو او كزبره خضراء. شايفين يا جماعه ورور بالصلاه. عايز اجيب بصل احمر. بصل احمر. ها هو البصل الاحمر. انا من عشاق البصل الاحمر. دلوقتي انا افرجكم على الوالمارت من الداخل. بكلها خضروات يا جماعه. شوف البصل الاحمر $3 88 سنت. البصل الابيض زي ما انتم شايفين $3 68 سنت. توم $1 66 سنت. $1 48 سنت. طبعا كل حاجه لها سعر يعني. عندك حجمة الثوم دي بكام؟ $4 98 سنت. اها بالصلاة على النبي كل ده توم. نروح فين تاني يا معلم؟ طبعا دي الفواكه حامرة. عندنا دي برضو برتقان. شايفين الحزمة دي؟ حزمة البرتقان دي يا معلم على $4 97 سنت. اتس اوكي. عدي يا معلم، عدي لف على القضيب حوض العربية بتاعتي. كل انواع بطاطس، كل دي انواع بطاطس. سعرها الكيس على $2.38 سنت. الكيس، شايف الكيس فيه كد؟ اه بطاطس. ودي نوعية تاني، ودي نوعية تاني، ودي برضه نوعية تاني. انا باخد من دي صراحة، دي انضف واحسن. ها شايفين الكيس يا جماعة؟ بسرعة نزل كيس البطاطس. انا بدور لكم على السعر. $4 27 سنت. التفاح الاخضر $3 56 سنت. التفاح الاخضر يعني انت لو شاب سنجر يعني بص ممكن حسبة $120 $150 تكفيك اسبوع او $100 تعبي ثلاجتك وتستفي من جميع الاصناف. اورجانيك يعني من غير رش، من غير اي حاجه، طبيعي
كل ده طبيعي، ما فيهوش رش وما فيهوش اي حاجه. الناس اللي ما تبقى عندها امراض وكده بتحب تاكل منه، والناس الصحيه اللي يحب الاكل الصحي ياكل منه. خيار بصراحه النبي، شوف الخيار يا معلم دي على ابوها، لا مرشوشه ولا اي حاجه. تمام، كله ده خضروات، كله خضروات. طبعا ارخص حاجه عندنا احنا هنا الموز، رخيص جدا الموز. طبعا انا وضويلة بنتي من عشاق الموز. كم يا معلم انتي؟ 58 سنت الباوند. شايفين؟ 58 سنت ببلاش. طبعا ده والعيش والحلويات والدنيا هنا كلها دي. كيك مكيك، كل انواع الكيك، كل انواع الخبز جميع اشكاله. بس انا قلت لكم الخبز ده ما ياكلش معانا احنا العرب، انا عن نفسي ما ياكلش معي. يعني الكيس ده بكام؟ ده بدولارين، دولارين و42 سنت. طب انا يعمليها معاي دي؟ ده بالصلاة على النبي ما ياكلش معاي. ده كرواسون، طبعا ده المفضل بالنسبه لي للفطار الصبح، انا احب افطر بيه. دولارين 98 سنت، دولارين 98 سنت كرواسون. شوف العيش ده كمان بالصلاة على النبي. الخبزايه هيك سعره دولار. يعني انا كده انا معلففكم كده واشوفكم الحياه. الناس ما تقول لكم الحياه غاليه في امريكا، ولا غاليه ولا حاجه. انت لو شغال وعندك فلوس يعني بتشتغل يوميا زي ما قلت لكم، العازب او السنجل 150 دولار بتكفيك ممكن اسبوع او 10 ايام. اقسم بالله تعبي ثلاجتك من كل حاجه. طبعا مش هقدر افرجكم على والمارت كله، ده عايزين 20 ساعه عشان تتفرج عليه كله. كل هاللتون بورك دي، شايفين البورك؟ يا ساتر يا رب. اول ما امسك البورك يا رجل تعطيه دول 79 سنت، تروح الله يهديك. وانا اللحمه مش معيبه غير المحلات العربيه. وعندك دي بيف 13 دولار و40 سنت. انا اللحمي ما بجيبهاش غير من المحلات العربيه. فين عربيتي يا عم؟ صح، كنت عايز اوريكم السمك بس مجمد صراحه في الثلاجات. دي الاسماك يا جماعه، تعالوا نشوفوا الاسماك. كيس بولتي ده بس مجمد كام؟ 16 دولار 97 سنت. شايف حجم الكيس قد ايه؟ كل هذا اسماك بس مجمد. هنا برضه تحت كم بولت دي؟ 2 4 بولت. كم؟ لا اكثر من 4. 2 4 كم؟ كم يعني؟ 10 دولار. شايفين السعر؟ 10 دولار 74 سنت. هنا برضه عندك الشريم اللي هو الجمبر احنا نقولوا عليه. وعندك اللابستر. طبعا اللابستر غالي جدا. كم؟ 18 دولار، ومش غالي يعتبر 98 سنت، بس ده مجمد. هنا برضه نوعية ثاني 25 دولار 97 سنت لابستر. وعندك هنا الجمبري بجميع اصنافه واشكاله. شريم هنا طبعا يقولوا عليها شريم. الكيس يعمل له 5 دولار 5 دولار 96 سنت شريم. كده جولة على الطيارة، ولا مطيرة ولا حاجة. انا اخذت 20 دقيقة. طبعا عشان الف الوال مارت كله عايز لي فيلم، بس الصراحة كفاية عقده. بعدين يبقوا اياه مرة ثانية ان شاء الله ندوها لفة ثانية. خش نحاسبه على شوية الطماطم دولي والبصلات والموجات. حط شوية الطماطم بتوعي. لوك ايتمز. فينك يا قوطة؟ مجنونة يا قوطة. توميتو. طبعا في عندك انواع الطماطم هنا، دي نوع ودي نوع ودي نوع. احنا دي بتاعتنا هيوز اللي معلم ونشوفوه. الموجات دول عملوا كام؟ شايفين دولار 89 سنت، والطماطم 4 دولار 33 سنت.
ده طبعا اسكان على طول. وعندي سيلانترو وكزبرة. لوك ايتمز طبعا هي انا هكتب له حرف السي وهو يجيب لي الباقي. سيلانترو وندوله كم واحدة؟ 3. انتر. $1 71 سنت. حاسب توتال كله $11. $11 81 سنت. ما يقول لي عايز كاش، ما اقول له لا معيش. لو عايز فلوس كاش يعني اقول له نو. بليز ريموف كارد. طلع الكارت بتاعك. اقول له اديني ريسيت. لازم ريسيت يا جماعه. برنت. طلع الرصيد من تحت هنا. يلا. طبعا الجماعه رنوا علي كانوا عايزين حياه، بس فات الاوان يا دبور. وانا بيني وبينكم مش عايز ادفع تاني، عايز اخلع. والله ما عارف اجيب لها. ربي طيب. والله اجيب لها خلاص. هتزعل يا ابوي. اروح اجيب لها ايه؟ قهوه امريكي. سوري سير. تعالوا يا ابوي. الحكومه هتزعل، يقول لك ما جبتليش لي قهوه. رنت علي والله في اللحظه القاتله. هذه القهوه اللي كنت ادور عليه. الجماعه ما يحبوها يعني. قهوه امريكي. شايفين السكر؟ اها. كله دي بكام؟ سعره $7 68 سنت. ها $7 68 سنت. ببلاش السكر عنديني. فين القهوة؟ طبعا القهوة دي اكيد هتكون غالية. قهوة امريكي دي $13 24 سنت. بالصلاة على النبي على القهوة وكيفة القهوة يا حاج. ها ادفع يا عم. ادفع بسنتك الغاز. انا طلعت لي من البيت يا عم. انا ليه طلعت من البيت؟ دايما بدل تاخد ريسيت عشان يا في ناس ما تبقى قاعدة على البوابة. تسأل الجماعة الغلسين دول يقول لك ريسيت لو سمحت بليز. ليه يا عم انا حرامي؟ اها جبت لكم. وقفوني. طبعا ها ما اشوف الريسيت بس عشان تتأكد. ثانك يو. مرة عملت حركة وحشة في واحد بس مش واحدة. عملت حركة بس أنا قصدت كان عندي برد ساعتها وكنت تعبان جوه، يعني حالتي كانت صعبة. المهم وقفني زي كده وأنا ماسك الريسيتي في يدي يا عم، وغلس علي صراحة بيني وبينكم. رحت عطست عطسة خليته طار 2 متر لقدام. كده أنا شايفين الوقت راح إزاي، هرب مني الوقت من غير ما نحس. كده أتوكل على الله وأرجع البيت. وان شاء الله ايه يكون التصوير حلو، لان خلاص الظلمه كده خلاص هجمت عليني. واشوفكم على خير. يلا باي.